كنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال يا ربي وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. هذا النهار بعد الصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. الفيديو ديال هذا النهار هو فيه عده وصفات يعني سريعه. اول وصفه عندنا هي دنجال مشرمل في الكوكوط. هنايا قبطنا واحد جبانه درنا فيها القزبور ومعدنوس. انا كان عندي المعدنوس مقطع يعني طري، والقزبور كان عندي في المجمد، خلطتهم بجوج. غنضيف عليهم الملحه، الكمون، هنا عندي شويه ديال الزيت، زيت المائده، وغادي نضيف عليهم شويه ديال زيت الزيتون، غادي نخوي شويه ديال الصوص ديال الطوماط. يعني انا كانت عندي صوص هكا يعني مشريه، اللي ما عندوش يحك مطيشه وصافي، ولا يدير المعجون ديال الطماطم. هنايا عندي درت البابريكا او التحميره وزدت عليها معلقه ديال الهريسه صغيره صافي، وغادي نخلط داك الشرموله ديالي. هي من الاحسن ما تحكوش مطيشه، من الاحسن تكون صوص ديال مطيشه ولا يكون مكعب ديال يعني ديال معلقه ديال مطيشه ديال الحك او معجون مطيشه او معجون طماطم على حسب كل واحد شنو تيسميها. تنخلط داك الشرموله ديالي مزيان مزيان، وغادي نقبط الدنجال. غنفرقو هكا على 4. للتذكير انني كنت حكيت 2 ضريسات نتاع الثوم في الاول، ما ذكرتهمش، ولكن راني كنت يعني كانوا باينين. هنا في وسط الكوكوط غادي نحك واحد 2 مطيشات، داكشي باش قلت لكم ما تحكوش مطيشه في شرموله، يعني باش تخليوها هي في الطنجره، وتكون غير معجون الطماطم او الصوص هو اللي يكون، او صلصه ديال الطماطم هي اللي تكون في وسط الشرميله او في وسط شرموله ديال الدنجال. صافي هنايا داك شرموله اللي بقات لي ضفتها على داك 2 مطيشات اللي حكيت، وزدت عليهم زيت الزيتون، وداك الشرموله اللي بقات لي درتها حتى هي صافي. ما غادي تزيدوا حتى حاجه اخرى لان الشرموله راه فيها الثومه، يعني كافيه، ما تزيدوش على داك الا اللي تيبغي الثومه بزاف. صافي وغادي تحطوا هذاك الدنجال المشرمل، غديروه في الكوكوط وغتسدوا عليه. منين تصفر الكوكوط 15 دقيقه وها لاصوص ديالنا واجده مع الدنجال المشرمل، تتجي عاقده ويعني تجي كافيه. هذاك 2 مطيشات تيجيو كافيين. هنا انتقلت بكم لواحد الطاجين اللي هو غندير فيه كراتان. في الطاجين يعني باش نديرها في اللاطون نخشيها في الفران، درتها في الطاجين. درت خليط ديال زيت الزيتون مع زيت المائده، ضفت ضريس كبير ديال الثومه او 2 ضريسات. عندي هنا في المقيله دايره بصله تتحمر، منين تحمرات رديتها للطاجين، يعني راني وريتها لكم في المقله، حمرتها في المقله ماشي في الطاجين باش تجي ديك النسمه ديال القليان في وسط البصله. عاد درتها في الطاجين. غادي نضيف عليها 2 مطيشات مقطعين، صافي وغادي نغطي الطاجين ديالي، غنخليه باش يطيب له داك المطيشه مع البصله. هنا عندي بطاطا مسلوقه وريتها لكم، غندوزها في المقيله اللي قليت فيها البصله مع شويه زيت الزيتون، غير ماشي غنقليها، غير غادي تشرب داك المذاق ديال المقيله. راكم عرفتوا بطاطا ملي تنديوها ونجيبوها في المقيله تتعطي واحد المذاق ديال القليان وهي راه ما مقلياش خلاص.
صافي غادي نرجعوا للطاجين. غتكون داك مطيشه ديالنا هبات يعني هبطات. غنضيف عليها لاصوص ديال المطيشه او مطيشه تاع الحك اللي بغيتو، وغادي ديروا البزار والمليحه شويه الكمون والتحميره. وهداك البطاطا اللي عندي اللي وريتكم راني جوج قليات اللي درت في المقيله، هما ما مقليينش. تنعاود نكرر بانني ما قليتش بطاطا، بل غير ديتها وجبتها في شويه زيت البلديه ومليحه وشويه البزار باش ما بقاش فيها داك المذاق ديال السليق، وضفتها على داك لاصوص وخليتها تتمشي وتجي شي شويه بلا ما نرونها. وهنايا راني درت جوج بيضات مع جوج معالق ديال الكريمه السائله ديال الطبخ، خلطتهم مع شويه ديال المليحه وضفتهم ماشي بزاف لان عندي المذاق الداخل كله هو هذاك بالملحه. متتكتروش ولا شدوا عينكم ميزانكم، الملحه هي هذيك صافي. تضيفوا عليها شويه ديال موتزاريلا محكوكه. هذه هي النتيجه، تيجي طاجين زوين 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 وبنين. راه ما يعني ما نقدرش نقول لكم المذاق اللي فيه. هنا غنتقل معكم باش نصبر او باش نخلل مخللات. نخلل هاد الفلفله او نرقدها. هاد الفلفله اللي تتكون ماشي حاره بزاف، تتكون سبحان الله مذاقها ما بين الحرور والمذاق ديال الفلفله العادي، تتجي واعره. يعني المذاق ديالها انه يكون مخلل وتحطوه مع الغداء هكا، يعني اي وصفات تحطوا معهم هذا المخلل تيجي واعر وبنين. هنايا عندي واحد الكميه غسلتها ودرتها تستقطرات مزيان حتى ما بقاش فيها الماء، وضفت عليها جوج معالق كبار ديال الملحه وجوج ضريصات نتاع الثوم درتهم بالقشره ديالهم. درت معلقه ديال القزبور يابس. عندي الخل الابيض وعندي الماء، هنا نص كاس ديال الخل الابيض، نص كاس صغير. وعندي هنا الماء اللي فات غليته حتى برد عاد ضفتو. صافي درت الكميه اللي وصلت علي الفم ديال القرعه، وغادي ندير طريفات ديال الحامض من الفوق صافي. وغادي نغلق القرعه ديالي وغنخلي مده 15 يوم. غتلقاو ان شاء الله هاد الفلفلات جايين واعرين ومذاقهم واعر. تتحطوهم مع القطنيه في هاد الايام البرد، يعني المخللات يجيو في البرد زوينين، يعني مع الطويجنات مع القطنيه، يعني في اي وصفات تتحطوهم للغدا تتحطوا معهم المخللات تتجي واعره. هنا غنتقل بكم مره اخرى الكراتان ديال البطاطا بالبيشاميل. هنا البطاطا ديالي غادي نقليها في الكوكوط، يعني انا ما غاديش نقليها في كميه زيت كبيره، بل غادي نديرها في الكوكوط وغندير عليها مليحه وداك الزيت اللي شفتو معايا صافي. وغادي نغلق عليها الكوكوط. هنا منين درت الملحه غادي نغلق الكوكوط ديالي وغادي نبدا نحرك الكوكوط بين يديا. غنحاول ما امكن انني بطاطا نخليها طيب في الكوكوط بعد ما تصفر الكوكوط 10 دقائق، ابقى نحرك في داك 10 دقائق والنار مهيله، ابقى نحرك بين يدي الكوكوط. هنايا كملات 10 دقائق. هانتوما شوفوا الكوكوط راه ما تحرقاتش على القاع ديالها، بل بالعكس شوف بطاطا كي محمره كانها مقليه. درت البيشاميل في الكاسرونه كما وريتكم، فرغتها فوق داك بطاطا راه بدون لحوم، ودرت الفرماج محكوك. راه تجي وصدقوني تجي واعره واعره واعره. هاد الكراتان ديال البطاطا ترافقوا معاها الدجاج في الفران، يعني يكون مقطع طراف بلا موطارد، او ديروا الحوت مقلي. يعني هاد الكراتان ولا هي بوحديتها مع شليضه راه تجي واعره وبنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات وينالوا استحسان